اهلا بحضراتكم. معاكم حسام طه بكر، استاذ الجغرافيا والتاريخ. هبدا اشرح لحضراتكم العلاقات الدوليه والنظام الدولي الجديد. طيب، يعني ايه مفهوم العلاقات الدوليه وتطورها بقى عبر الزمن؟ طب نفهمها الاول، نقرا الكلام كده ونحاول ان احنا نفهمه. قالك مفهوم العلاقات الدوليه. احنا عايشين في العالم ده فيه اكتر من 200 دوله، فاكيد الدول دي مش عايشه لوحدها. الدول دي يعني لها علاقات مع الدول التانية اللي جنبها. طيب، قال لك العلاقات الدولية بين الدول وبعضها ايه بقى؟ قال لك مجموعة العلاقات. بس كده؟ بس كده. العلاقات الدولية يعني مجموعة العلاقات. كلمة علاقات مشتركة هنا وهنا. فأول ما يقول لي العلاقات الدولية يعني بين الدول، أقول له هي مجموعة العلاقات. خلاص، خدت الكلمة دي نزلتها هنا، مجموعة العلاقات. مالها بقى؟ والله قال لي في علاقات مختلفة يعني متنوعة. قال لي علاقات اقتصادية، سياسية، عسكرية، دبلوماسية، قانونية. اقتصادية سياسية بيجوا الاتنين جنب بعض، وعسكرية تمام، وقانونية ودبلوماسية شبه بعض الاتنين، قانون ودبلوماسية وكده. بين الدول، بين الدول وبعضها، أو بين منظمات ودول موجودة على الساحة العالمية. يعني الدول بينها وبين بعض في علاقات ما بينهم بقى، علاقات اقتصادية بيتاجروا مع بعض، علاقات سياسية في توافق للرؤى السياسية بين الدولة والدولة اللي جنبها مثلا. في علاقات عسكرية بيحصل في تبادل عسكري بينهم. في علاقات قانونية، علاقات دبلوماسية بين الدول أو بين منظمات ودول على الساحة العالمية، على مستوى العالم. حلوة. يبقى العلاقات الدولية، أخد كلمة العلاقات هي مجموعة العلاقات، ورص بعدهم الخمسة اللي شبه بعض: اقتصادية، سياسية، عسكرية، دبلوماسية، قانونية. تمام. بين الدول أو بين منظمات ودول، وده على الساحة العالمية أو على المستوى العالمي. تمام. قال لك تطور العلاقات الدوليه عبر الزمن. قال لك ده من زمان قوي، يعني ايه؟ بيبقى في دوله جنبها دوله، في بينهم برضو علاقات، يعني بيتعاونوا مع بعض. قال لك تطور العلاقات الدوليه عبر الزمن. قال لك في العصور القديمه، قديمه نرجع بقى زمان، زمان ايام الفراعنه. قال لك الملك الفرعوني رمسيس الثاني عمل كده معاهده كده مع ملك تاني اسمه ملك الحيثيين. سنه كام؟ 1258 قبل الميلاد. يعني ايه قبل الميلاد؟ التاريخ الميلادي بيبدأ من عند ميلاد السيد المسيح، سيدنا عيسى عليه السلام. ده رقم يعني ايه؟ بعد سيدنا عيسى مثلا بدأ التاريخ الميلادي، سنة 1 ميلادي، 2 ميلادي، 3 ميلادي، 4 ميلادي، لحد ما وصلنا دلوقتي ل 2000، سنة 2000 و2025 اللي احنا فيها دلوقتي. تمام؟ فالتاريخ الميلادي بيبدأ من تاريخ ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام. طيب قبل بقى كده، قال لك يا عم قبل الميلاد، في الزمان بقى قبل الميلاد، يعني سنة مثلا 100 قبل ميلاد السيد المسيح، 200 قبل ميلاد السيد المسيح، 1000 قبل ميلاد السيد المسيح. تمام. فهنا من سنة 1258، أيوة، قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح. طب احنا دلوقتي بعد ميلاد السيد المسيح اللي هو سنة 2025. يعني الكلام ده من امتى؟ من 1258 لحد الميلاد، وبعدين بعد الميلاد كام؟ 2025. يعني الكلام ده بقاله كتير، ده بقاله ولا 3000 سنة. تمام. لأننا بلد عظيمة، احنا مصر، احنا بلد موجودة يعني تاريخ 7000 سنة من عمر التاريخ. احنا بلد عظيمة. تمام. المهم المعاهدة التي عقدها الملك الفرعوني رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين عام 1258 قبل الميلاد. قاف ميم يعني قبل الميلاد. ماشي تمام. لتنظيم ايه بقى؟ تنظيم مبادئ الحرب والسلم بين الدولتين. هنعمل معاهدة بيننا وبين بعض، رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين، ونعمل معاهدة علشان ايه؟ ينظموا الامور ما بين الدولتين مثلا في السلم وفي الحرب. حاجة حلوة يعني، احنا بلد برضو بلد عريقة. طيب تاني حاجة علاقات الفرس والروم. ده كان فرس كانوا مملكة كبيرة كده، ومملكة الروم حاجة برضو كبيرة كده، وكل مملكة في ممالك أو دول تبعها، تبع الفرس وتبع الروم. قال لك علاقات الفرس والروم مع مين؟ مع الممالك الخاضعة لكل منهم، مع الممالك اللي هي الدول اللي هي تبعهم. انتوا تبع مين؟ احنا تبع الفرس. والدولة دي تقول لك احنا تبع الفرس، والدولة دي تبع الفرس، ودول تبع الروم، تبع الروم. فهم الفرس والروم كانوا بيعملوا علاقات بين الدول اللي هي الممالك اللي هي خاضعة ليهم تبعهم. حيث كانت منطقة الشام. منطقة الشام اللي هي سوريا، فلسطين، لبنان، الحتة الحلوة دي. تمام. مسرح العديد من الصراعات بينهم. ماشي. علاقات الدول الإسلامية المتعددة مع جيرانها اللي هي الدول اللي جنبها، أو مع القوى التي عاصرتها في مختلف العصور. يبقى ده علاقات إن الدول كانت بتعمل علاقات بينها وبين بعض من العصور القديمة. طيب العصر الحديث بقى اللي احنا فيه دلوقتي، مش دلوقتي يعني الفترة الأخيرة، قالك زادت العلاقات الدولية بين الدول. ماشي. وزاد اعتماد بعضها على بعض بسبب، خاصة بقى منذ الثورة الصناعية. الثورة الصناعية حصل ثورة في العالم، يحصل مصانع بقى وطاقة، وندور على مواد خام، وندور على المناجم،
عشان نبدأ نعمل تصنيع ونكبر اقتصاد. المناجم بقى والمواد الخام موجودة فين؟ موجودة في أفريقيا مثلا، دول فقيرة نامية مثلا أو ناشئة في أفريقيا. طيب الثورة الصناعية حصلت فين؟ حصلت في أوروبا. طب الدول دي عايزة تعمل مصانع، فعايزة تدور على المواد الخام اللي هو الحديد بقى والنحاس والألمونيوم عشان يعملوا عندهم مصانع مثلا وعربيات والدنيا تدور. فيعملوا إيه؟ يروحوا يعملوا علاقات مثلا أو تبادل تجاري بين الدول، بين أوروبا والدول اللي عندها مثلا مواد خام زي أفريقيا. والله يعني ايه المفروض، بس كان بيحصل استعمار ان هم كانوا بيحتلوا الدول دي وياخدوا ثرواتها وخيراتها ويودوها ايه لبلدهم. نقرا الكلام. في العصر الحديث زادت العلاقات الدوليه بين الدول وزاد اعتماد بعضها على بعض الاخر، خاصه منذ الثوره الصناعيه التي نقلت العلاقات بين الدول من علاقات جوار جنب بعض الى افاق اوسع شملت العالم باسره. العالم كله خلاص يعني ايه بدا يبقى فيه حركه تعامل مع كل الدول في عهد القوى الاستعماريه الاوروبيه. تمام. ونقل مع نوعية العلاقات من مجرد الحرب والسلم إلى مجالات أخرى متعددة. تمام. طيب في الوقت الحالي بقى اللي احنا فيه، قال لك يا عم الدنيا خلاص بين الدول كلها بقى بتتعاون مع بعضها. قال لك شعبت العلاقات الدولية بين دول العالم. تمام. وخير دليل على ذلك البعثات الدبلوماسية. بعثات دبلوماسية يعني ناس من عندي هيروح الدولة بتاعتك، وناس من عندكم برضو هيجي الايه الدولة بتاعتك. ليه؟ تبادل بقى، تبادل نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، تبادل عسكري، تبادل علمي تعليمي لأي دولة. ونوعية التمثيل داخل كل بعثة على حد. تمثيل سياسي يعني أنا بعت ناس من عندنا سياسيين يروحوا عندكم مثلا للدولة اللي جنبنا، أو الدولة بتاعتكم مثلا تيجي دولتنا برضو هتبعتوا مندوبين، يعني بعثة من هنا تيجي هنا وهنا نروح هناك. تمام. تمثيل بقى سياسي اقتصادي عسكري ثقافي صحي تعليمي، في بعثات دبلوماسية، في تعاون ما بين الدول وبعضها. تمام. طيب ايه العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي يخلي دولة يعني تكسب معرفة او تعمل علاقات مع دولة تانية؟ سواء بقى الاسباب دي اسباب قوية ممكن تأثر مثلا بالايجاب بالسلب بالقوة بالضعف. احنا ليه بنحاول نكسب؟ الدول بتحاول تكسب علاقات مع الدول التانية. قال لك العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية، وده سؤال مهم جه في ثانوية 19. قال لك تتأثر العلاقات الدولية، العلاقات بين الدول وبعضها، سلب أو إيجاب. يعني سلب يعني حاجة سيئة يعني غلط هي وحشة يعني، أو إيجاب حاجة مفيدة. ضعف أو قوة بعدة عوامل، منها إيه بقى؟ قال لك الموقع. قال لك دلوقتي في دولة مثلا في نص العالم، يعني لو بصينا كده على الخريطة إحنا مصر بلد عظيمة وبلد مكانها أهم من أهم مميزاتها على المستوى الدولي. إحنا في قلب العالم. يعني فين مصر؟ مصر اهي، شايفين مصر؟ مصر اهي في نص خريطة العالم. هنا بقى اسيا، وهنا احنا ماسكين اول افريقيا وتحت اوروبا، واللي عايز يعدي من هنا يعدي على البحر الاحمر وبعدين قناة السويس وبعدين البحر المتوسط، وهنا محيط وهنا محيط. احنا في قلب العالم، احنا في نص الخريطة، فاحنا مكاننا مكان مركزي استراتيجي. فالدول طبعا يعني ايه تحب انها تكسب علاقات مع دولة مركزية زي مصر، عكس ان الدول تروح تعمل علاقات مع دولة بعيدة زي مين؟ زي استراليا في المحيط هناك بعيدة. طب دلوقتي انا عايز اعمل معاهم تبادل تجاري، والله مصر خطوتين هيوصلوا لمصر لان مصر موجودة مكان مركزي، انما استراليا بعيدة نوصل لها ازاي دي لو عايزين نتاجر معاها؟ فهي بعيدة. تمام. فقال لك المكان لو هي دولة مركزية واستراتيجية زي مصر هيكون في تعاون. ليه؟ لانها قريبة من كل الناس، انما بلد بعيدة متطرفة كده هروح لها فين يا عم؟ فالموقع قال لك العلاقات الدولية لدولة هامشية يعني بعيدة كده زي نيوزيلندا واستراليا تختلف عن دولة مركزية ذات موقع استراتيجي على خريطة العالم مثل مصر. تمام. طيب تاني حاجة المساحة. المساحة قال لك دولة لو دولة بقى كبيرة كده لها وضعها بدولة عملاقة زي روسيا، عندها بقى موارد، عندها مثلا ثروات، لأن الأرض كبيرة فأكيد ممكن تلاقي هنا جبال هنا سهول هنا هضاب، في تنوع في الموارد. تمام. ودولة غنية وعندها بترول وغاز وبتاع، وعندها جيش قوي يقدر يحمي الموارد دي، عكس ما اروح اعمل علاقة مثلا مع دولة قد كده دولة قزمية. فالدولة ذات مساحة عملاقة مثل روسيا تختلف عن دولة علاقاتها الدولية عن دولة قزمية المساحة مثلا موجودة في العالم. طيب عدد السكان، عدد السكان وبعدها بيجي الوزن الاقتصادي، والاثنين دول هنتكلم فيهم عن الصين. طيب بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي خلصت سنة 45
كان في الصين دي كانت لسه بلد على قد يعني ايه، لسه ما كبرتش، كانت لسه بلد برضو ضعيفه كده من ناحيه الاقتصاد. كان اقتصادهم على قدهم مش زي الصين دلوقتي. الصين دلوقتي دوله متقدمه جدا اقتصاديا، والحاله العسكريه او القدرات العسكريه بتاعتهم زمان بعد الحرب العالميه الثانيه كانت برضو لسه بلد ايه، ضعيفه. انما دلوقتي طبعا الصين قوه عسكريه كبيره. فقال لك الصين زمان احتلت مقعد في مجلس الامن برغم انها زمان كانت ضعيفه اقتصاديا وضعيفه ايه، عسكريا. طب ليه ده الصين دي بلد لسه يعني ما كبرتش. قال لك يا عم انت مش عارف عدد سكانها قد ايه. عدد سكانها قد ايه؟ قال لك كيوش ده تتار يا عم الحاج، ده كتير. فهي دولة لها ثقل بسبب ان هم عدد سكانهم كتير. الصين دلوقتي مثلا عدد السكان كام؟ العالم لو هم عدد سكان 8 مليار. 8 مليار. احنا عندنا في مصر نقول 100 مليون. يعني 8 مليار، يعني انت بتتكلم قد مصر 80 مرة. قد سكان مصر 80 مرة. العالم 8 مليار. الصين لوحدها حوالي 1.4 مليار او قول 1.5. والهند قدها 1.5 مليار نسمة. يعني عدد سكان الصين قد عدد سكان مصر 15 مرة. تمام. فعدد سكان كتير، فانت هتروح تزعل الصين ليه؟ ده احنا نكسب وادها ده. يعني فاهم، عدد سكان كتير، بلد كبيرة. نقرا الكلام. قالك عدد السكان. دولة مثل الصين بوزنها السكاني احتلت مقعد في مجلس الأمن. إيه مجلس الأمن ده؟ مجلس الأمن دي منظمة دولية مهمتها اللي هي حفظ السلام والأمن الدوليين. بمعنى في دولة بتحارب دولة، مين بقى اللي يحجز بينهم أو مين اللي يصلح ما بينهم في حالة الحروب دي؟ مجلس الأمن. تمام؟ طيب لو في دولة عندها نزاع مع دولة تانية، نزاع قانوني، تروح لمين؟ لمحكمة العدل الدولية. بالظبط زي ما يكون مثلا حضرتك عندك مشكلة مع حد فبتروح للمحكمة، وكلمة سيادة القاضي خلاص هي اللي بتمشي عليك وعليه. تمام. بين الدول بقى عندنا محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية عملت مثلا ايه؟ مشكلة طابة. بعد ما حاربنا و73 وانتصرنا وبعدين سينا رجعت لنا، وبعدين كان في طابة كده جزء صغير تبعنا ولا تبع اسرائيل. رحت محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية شافت الخرائط وشافت كله، وسنة 89 اصدرت الحكم لصالح مين؟ لصالح مصر. راح الرئيس السابق الله يرحمه مبارك رفع العلم على طابة، وبكده سيادة طابة وسيادة سينا كلها تبع مين؟ تبع مصر. تمام. فخلافات بين الدول وبعضها، نزاعات، بنروح لمحكمة العدل الدولية. طيب حروب بنروح لمجلس الامن هو بقى اللي يحلها. طيب قال لك ان الصين بوزنها السكاني احتلت مقعد في مجلس الامن بعد الحرب العالميه الثانيه، والذي يعد اهم اجهزه الامم المتحده. تمام. ولم تكن الصين ذات شغل اقتصادي او عسكري يؤهلها لشغل المقعد حينها، الا ان حجم سكانها مكنها من ذلك. دوله عزوه كبيره يعني لا وضعها. الوزن الاقتصادي، الصين كبرت بقى. الصين كبرت، اتطورت وصناعة وزراعة واقتصاد وكبرت وبقى عندها قوة اقتصادية وبقى عندها قوة عسكرية، فبقى معمول حسابها وسط العالم. نقرا الكلام. أصبحت الصين لاعبا سياسيا على مسرح العلاقات الدولية. ماشي. تخشاها الدول الكبرى وتتسابق في نفس الوقت على إقامة علاقات دولية معها. يعني معمول حسابها، الدول الكبيره بتخاف من الصين وفي نفس الوقت بتكسب ودها وتعمل معاها علاقات دوليه في كافه المجالات، لانها دوله متقدمه لتقدمها الاقتصادي وتطوير لقدراتها العسكريه. بقت بلد عندها اقتصاد، بقت بلد عندها قدرات عسكريه وجيش قوي. فهنخسرها ليه؟ لا نكسبها. القوة العسكرية. خامس حاجة قال لك تلعب قوة الدولة في المجال العسكري دور مؤثر في العلاقات الدولية. يا عم دولة قوية وسط العالم، فتوة تخسروا؟ لا يا عم انا اكسبه في صف يا عم، ممكن يعني فاهم ايده طايله. فقال لك القوى العسكريه. تلعب قوات الدوله في المجال العسكري دور مؤثر في العلاقات الدوليه، وخير شاهد على ذلك خريطه العالم السياسي، الخريطه العاديه اللي احنا عارفينها بعلاقاتها الدوليه منذ بدايه الالفيه الثالثه. الالفيه الثالثه يعني ايه؟ عدى اول سنه بعد الميلاد، عدى 1000 سنه لحد سنه 1000، وبعدين من 1000 ل 2000 دي الالفيه الثانيه، ومن بعد سنه 2000 لحد 2000 بقى و1 و2002 و2003. احنا كده بدأنا في الألفية الثالثة اللي هي رقم 3. وخير شهد على ذلك خريطة العالم السياسية بعلاقاتها الدولية في بداية الألفية الثالثة. فما زالت روسيا الاتحادية الوريث الأكبر للاتحاد السوفيتي تمام السابق، تلعب دور مؤثر في كثير من الأحداث العالمية مثل مشكلة أوكرانيا والأوضاع في سوريا. تمام. طيب ثالث حاجة العلاقات الدولية بين الدول وبعضها في حالة بقى السلم وفي حالة الحرب. قال لك طبيعة العلاقات الدولية في الحرب. ايه الحرب دي؟ حرب بين دولتين، خناقه حصلت بين دولتين. هنقرا الكلام. كانت الحرب ما زالت من سمات الحياه البشريه، يعني بتحصل يعني
في الحياة البشرية لم يخلو منها زمان أو مكان، والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك. منها إيه بقى؟ الحروب المحلية، يعني جوه الدولة، حرب محلية السكان واقعين مع بعض، أو حرب إقليمية على مستوى الدولة والدول اللي جنبها، اللي هو من نفس الحتة يعني نفس الإقليم، 3 4 دول جنب بعض كده، أو العالمية على مستوى العالم كله. طيب المقصود بالحرب كلمتين واقفل: صراع مسلح. بس كده بس كده. المقصود بالحرب صراع مسلح. الحرب ايه؟ صراع مسلح بس. ماله بقى؟ بين دولتين او اكثر تنشب، تحصل يعني صراع مسلح بين دولتين او اكثر. طب نشيل كلمة تنشب دي علشان ايه ما نتلخبطش. طيب صراع مسلح بين دولتين او اكثر لتحقيق ايه؟ مصالح وطنية من وجهة نظر احد الدولتين، وهي حالة قانونية معترف بإمكان حدوثها. يعني حالة قانونية يعني حاجة موجودة يعني بتحصل في العالم، يعني معترف بإمكان حدوثها، ممكن تحصل في أي وقت. تمام. يبقى هو صراع مسلح بين دولتين أو أكثر لتحقيق مصالح وطنية من وجهة نظر الدولتين. يعني دولة قالت لك أنا مصلحتي الوطنية إن أنا أحارب الدولة دي، ليه؟ قال لك والله الدولة دي يعني إيه عاملة معايا مشكلة، أو الدولة دي بتقوى وممكن لو قوت يعني فاهم ممكن تحاربني، فأنا أروح إيه أحاربها من دلوقتي وأهد قدراتها العسكرية. أو تقول لك والله بص إحنا محتاجين المواد الخام اللي عندهم بترول، طب نروح نحاربها وناخد منها البترول. مصلحتي الوطنية في دولتي إن أنا أحارب الدولة دي لأي أسباب. يبقى هو صراع مسلح بين دولتين أو أكثر، تمام، لتحقيق مصالح وطنية من وجهة نظر الدولتين. دي بتحارب عشان مصلحة معينة تنفعها، ودي بتحارب عشان مصلحة معينة تنفعها. وهي حالة قانونية معترف بإمكان حدوثها، يعني حالة قانونية موجودة في العالم بتحصل والعالم كله عارف، تمام، إن ممكن الحروب تحصل. طيب أسباب نشأة الحروب، والله الدول ممكن تختلف مع بعضها بسبب اختلاف سياساتها بقى، يعني سياسات مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية. هنبدأ نشوف تنشأ الحروب عامة إما لأسباب اقتصادية، يعني حاجة متعلقة مثلا بالموارد، برأس المال، بالاقتصاد الدولة دي واقتصاد الدولي، تمام، زي دولة عندها بترول أو مواد خام فكده، فيروح مثلا دولة تروح تحتلها. أو اجتماعية داخلية، اجتماعية ده يعني مثلا مشكلة جوه الدولة بين المجتمع وبعضه، حصل مثلا خناقة مثلا أو حرب داخلية، حرب أهلية بسبب طبقة كذا وطبقة كذا، مفيش، تمام. أو دينية، والله دولة فيها فتنة طائفية، فيها ناس بديانتهم كذا وناس ديانتهم كذا والاتنين اتخانقوا مع بعض. أو أيديولوجية أو لأسباب سياسية. يعني الحروب ممكن تحصل لكل الأسباب دي، سواء حروب أهلية يعني جوه الدولة، أو إقليمية على مستوى الدولة والدول اللي جنبها، أو على مستوى العالم كله، تمام؟ طيب فكرة المنظمة العالمية وجوهرها نظرا لما تعرضت له البشرية من حروب عديدة قضت على عشرات الملايين من النفوس اللي هو الناس يعني، وآلاف من الأموال، وجاءت فكرة المنظمة العالمية. جوهرها إن العلاقات بين الدول تكون أكثر سلم وأمن وتعاون، ماشي. وكانت الحربين العالميتين الأولى والثانية من أقوى الدوافع العالمية لإنشاء منظمتين دوليتين مهمتها الأساسية المحافظة على الأمن والسلم الدوليين. يعني العالم قال لك إيه؟ قال لك والله ممكن دولة يعني يحصل بينها حرب وبين الدولة اللي جنبها، تمام، إحنا لازم يبقى في عدد كبير. بمعنى دلوقتي لو إحنا عايشين في قرية، إحنا كلنا عايشين في قرية، وممكن يحصل خلاف بين فلان وفلان، أو عيلة فلان وعيلة فلان، بنعمل إيه؟ بنروح لكبير، نروح لحضرة العمدة بيته: يا حضرة العمدة بعد إذنك أنت راجل كبرنا وأنت راجل هنشهدك. وكلمة حضرة العمدة بتمشي على الناس دول وتمشي على الناس دول، بنروح لكبير، تمام. فالعالم قال لك إيه؟ قال لك بصوا يا إخوانا، بعد الحرب العالمية الأولى سنة كام؟ سنة 14 ل 18، وبعدين عملوا مؤتمر صلح في باريس سنة 19، اتصالحوا بقى خلاص، الدول دي اتخانقت مع الدول دي وايه، وحصل بينهم يعني عشرات الملايين من النفوس والاف من الاموال اهدرت والدنيا باظت. فراحوا عملوا مؤتمر صلح سنه 19 واتفقوا على ايه؟ قال لك احنا هنعمل قعده كده، قعده كبارات، بحيث ان الكلام بتاعها هو يسري على كل الايه الدول عشان ما يحصلش خلافات وحروب تانية يا اخوانا. القعده دي كان اسمها ايه؟ عصبه الامم سنه 19، تمام. فضل الكلام حلو لحد ما الدول تاني اتخانقت مع بعضها خناقه كبيره في الحرب العالميه الثانيه من سنه 39 لسنه 45. خلصوا الحرب، اتصالحوا، قال لك بس احنا نعمل قعده تانية وقعده ناس كبارات علشان لو حصل خلافات ان الناس دي تقول كلمتها والدنيا تبقى ايه؟ تبقى هاديه بينهم، ما يحصلش حروب تاني وخناقات، تمام. فعصبه الامم او سنه 19 او الامم المتحده، ده تطور
بتاعها مثلا، او بعد الحرب العالميه الثانيه عملوا عصبه سنه عملوا متحده سنه 45. دورها اللي هي حفظ السلام والامن الدوليين، تبقى كلمه كبير وكل الدول كده بنحترم بعض، ويبقى ايه كلمه الامم المتحده تمشي على الدول كلها عشان ما يقومش حروب تاني بين الدول. نقرا الكلام. قال لك عصبه الامم دي اول قاعده اتعملت او اول منظمه اتعملت بين الدول لحفظ السلام، اللي هي عصبه الامم. ظروف انشاء: بعد ان وضعت الحرب العالميه الاولى اللي هي من 14 ل 18 اوزارها، خلصت الحرب، تم عقد مؤتمر الصلح في سنه عام 19 بعدها بسنه في باريس. راحوا باريس عملوا قعده صلح، اتصالحوا كلهم، وكان من اهم ما تضمنه اقامه منظمه عالميه ليحول دون تكرار الحروب. احنا لازم يبقى في قعده ناس كبارات كده يا اخوانا هي اللي تحكم وتحقق بينا علشان الامور تبقى ايه، تبقى حلوه، ما نتخانقش تاني ونعمل حروب ما بيننا. عرفت باسم عصبة الأمم. تمام، هذا عصبة الأمم يعني تجمع كده الأمم، شلة الأمم، هذا اسمها عصبة الأمم. أهدافها إيه بقى عصبة الأمم؟ عدد الكبار دي بقى على المستوى الدولي. قال لك ضمان السلم ومنع الحروب. حلو. تنظيم العلاقات الدولية بين الدول وبعضها، نبقى حبايب واخوات والدنيا تبقى ماشية معانا حلو بدل ما نتخانق مع بعض. كلام جميل. أسباب فشل هم لحقوا. قال لك تضافرت مجموعة من الأسباب أدت إلى فشل. قال لك عدد انضمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، الكبار الموجودين في العالم سواء بقى من الناحية الشرقية أو الناحية الغربية ما انضموش للقعدة دي لعصبة الأمم. انسحاب دول التانية فضوها سير، قال لك احنا مالناش دعوة بالايه بالتجمع بتاعكم اللي هو عصبة الأمم ده، زي اليابان وألمانيا. هو لعب عيال ولا ايه؟ افتقار العصبة إلى قوة عسكرية تابعة لها، وانتهت بايه بقى؟ باندلاع الحرب العالميه الثانيه سنه 39. طيب اهدافها مهام بقى عصبه الامم: ضمان السلم ومنع الحروب، خلاص ما يحصلش بينا حروب تانية يا اخوانا، تمام. وتنظيم العلاقات الدوليه، العلاقات الدوليه بين الدول وبعضها خلاص ننظمها كده، يبقى في بينهم علاقات مثلا طيبه كده، علاقات اقتصاديه، علاقات اجتماعيه، سياسيه، علاقات بس مش حروب. طيب اسباب فشلها: فشلت عصبة الأمم ليه بقى؟ قال لك في مجموعة من الأسباب كده. أول حاجة قال لك الدول الكبار ما انضموش للقعدة دي للإيه؟ لعصبة الأمم. زي مين؟ زي أمريكا وزي الاتحاد السوفيتي. طب ده كلام. تاني حاجة انسحاب دول مثل اليابان وألمانيا من العصبة، قال لك لا احنا مش تبعكم، احنا هننفصل، مش تبع الإيه؟ التجمع ده. وتالت حاجة افتقار العصبة إلى قوة عسكرية تابعة لها، ما عندهاش قوة عسكرية، ده قاعدة كده المفروض بيتكلموا بالذوق بالهداوة وعصبة أمم. واندلعت إيه بقى؟ وانتهت باندلاع الحرب العالمية التانية. الحرب العالمية التانية بدأت سنة 39. فقامت الحرب فخلاص بقى فضوها سير بقى، لا عصبة أمم ويعني إيه معلهاش لا قوة عسكرية ولا في حد يسمع الكلام، والرجالة إيه الدول اللي هنا والدول اللي هنا اتخانقوا مع بعض. فدي عصبة الأمم. خلصت عصبة الأمم، بدأت الحرب العالمية التانية سنة 39، خلصت سنة 45. بعد 45 قعدوا تاني وتصافوا، وقال لك احنا نعمل منظمة تانية بقى، عصبة أمم بس تانية نسميها منظمة الأمم المتحدة. طيب ظروف إنشاء: بعد انتهاء الحرب العالمية التانية سنة 45 تعددت الجهود المنادية بإقامة يا إخوانا عايزين نعمل منظمة، الدول بقى عايزين نعمل منظمة دولية جديدة تكون أكثر ثبات وأثر وعمق وقدرة على حل المشكلات الدولية، عشان دي يعني إيه نحل مشكلات بين الدول وبعضها بدل ما تقوم حروب تانية. وتم الاتفاق على ميثاق هيئة الأمم المتحدة. اسمها الأمم المتحدة بقى المرة دي مش عصبة الأمم، ماشي، اسمها هيئة الأمم المتحدة. إيه بقى الميثاق بتاع هيئة الأمم المتحدة؟ اتفقوا في سان فرانسيسكو دي في أمريكا سنة 45. الحرب خلصت كام؟ من 39، الحرب العالمية التانية من 39 ل 45 نفس السنة. 45 قال لك بس احنا نقعد ونتصافى ونعمل يا اخوانا منظمة جديدة كده ايه اسمها منظمة الأمم المتحدة سنة 45. أهدافها ايه؟ نفس الكلام برضو بتاع حزب الله: المحافظة على السلام والأمن الدوليين وتنظيم العلاقات الدولية بين الدول وبعضها في مختلف المجالات. كلام حلو. مقرها دلوقتي فين؟ أمريكا، نيويورك. تمام، في نيويورك. طيب سلبياتها ايه بقى مشكلة الأمم المتحدة؟ قال لك والله بصوا هي الأمم المتحدة ساعات مش بتنصف وساعات مش بتقول الحق. قال لك هيمنة الدول الكبرى على قراراتها، في دول بتفرض كلمتها او قراراتها على الامم المتحده، اللي هو كلام الامم المتحده تقول لك مثلا ايه نعمل كذا، دوله كبيره مثلا تقول لك لا انا ما يعجبنيش الكلام ده. هيمنه الدول الكبرى على قراراتها، تمام. وعدم الحياديه، يعني ما فيش شفافيه كده، ما فيش برضو يا اخوانا ايه حياديه كده وكلمه حق في بعض القضايا مثل القضيه الفلسطينيه، تمام.
يبقى هيمنة الدول الكبرى على قاراتها دي مشكلتها أو سلبيات هيئة الأمم المتحدة وعدم الحيادية في بعض القضايا مثل القضايا الفلسطينية. طيب دور منظمة الأمم المتحدة بقى التجمع اللي بيجمع كل الدول دول أو كبارات الدول دول، تمام، ولها كلمة دولية ومنظمة لها احترامها وسط دول العالم كلها. قال لك دورها في حل بعض المشكلات والنزاعات الدولية. من الناحية السياسية سندت حركات التحرر من الاستعمار، يعني كان في استعمار كده في بعض الدول زي تونس والجزائر، الجزائر كانت محتلية من الاستعمار الفرنسي، فالأمم المتحدة كانت برضو بتوفق الدنيا عشان الاستعمار ده يمشي ويسيب الجزائر دولة مستقلة لناسها. وساند حركات التحرر في العالم مثل تونس والجزائر. ماشي. حل العديد من النزاعات الطويلة في مشاكل كده بين دول وبعضها وتخفيف من حدتها عن طريق إرسال قوات متعددة الجنسيات من دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا ودولة كذا عشان تبقى المسألة حيادية ويحلوا من النزاعات الطويلة مثلا في منطقة معينة من العالم زي كما حدث في أفغانستان والعراق. الأمم المتحدة عملت بعد شوية قوات كده تحفظ السلام متعددة الجنسيات جايين من كذا دولة عشان يبقى المسألة حيادية يعني، ودول مثلا أفغانستان يحلوا مشاكل هناك والعراق. تمام. إرسال مراقبين دوليين في مناطق التوتر زي مناطق الحدود بين الدولة دي والدولة دي عشان ما تقومش حروب مثل مثل منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. شين شرق أوسط شبه قارة هندية، شرق أوسط شبه قارة هندية. تمام. رابع حاجة إرسال قوات برضو حفظ السلام لبعض الدول مثل بوسنا وكرواتيا. ده حاجة كويسة يعني بتحاول تحل مشاكل على مستوى العالم. طيب من الناحية الإنسانية، من الناحية الإنسانية بيحاولوا يساعدوا بقى يعني زلزال حصل يروحوا برضو يساعدوا الناس، في إعصار مثلا حصل يروحوا برضو يساعدوا الناس. فتقديم مساعدات للاجئين في فلسطين والبوسنة والهرسك، في فلسطين والبوسنة والهرسك. ماشي. حاجة جميلة يعني. وتقديم الإغاثة الإنسانية في مناطق الكوارث مثل الزلازل والفيضانات، والله حاجة كويسة يعني. دعم حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم شيء جميل. حق الإنسان بقى في التعليم، حق الإنسان في حياة أفضل، حق الإنسان في حقوقه السياسية الاجتماعية، إن الإنسان اللي عايش في دولة يكون عايش فعلا يعني الدنيا تمام. والحمد لله بلدنا مصر بلد لها اسمها ولها وضعها ولها قوتها في حقوق الإنسان، وده معترف بيه دوليا. احنا دولة بتحترم الإنسان على في مصر. تمام. أسباب جائحة كورونا بقى اللي جت العالم وقفت حل العالم ده، وحدة المصير العالمي يعني كلنا مرتبطين ببعض، وتتضح ذلك من خلال أهمية العلاقات الدولية. تمام. طيب طبيعة العلاقات الدولية، العلاقات بين الدول وبعضها في حالة الحرب في دولة وفي دولة تانية، في نزاعات بينهم قبل الحرب بيحصل نزاعات كده اللي هو الدولة دي والدولة في بينهم مشكلة، مين بقى اللي يحل مشكلة؟ مش هما دول يروح لكبير اللي هو هيئة منظمة الأمم المتحدة. يا أمم المتحدة نعم حل لنا مشكلة بين الدولة دي والدولة دي. قال لك اتجه الدولة لحل المنازعات بدل ما يتخانقوا مع بعض ويقوم بينهم حرب. بيحلوا المنازعات عن طريق المفاوضات، بيتكلموا مع بعض الأول. ماشي. تاني حاجة الوساطة، يعني في وسيط طرف ثالث يدخل بين الدولة دي والدولة دي يحاول يحل الموضوع. تمام. المساعي الحميد، دولة كده قالت لك أنا أعرف الدولة دي وبرضه مصاحبة الدولة دي، فأنا هتبرع إن أنا أدخل أحل المشكلة اللي بينهم وماله خش. المساعي الحميد، دولة متبرعة قد تكون صديقة للطرفين داخلة تحلها وماله. التوفيق، حالة النزاع إلى لجنة محايدة مهمتها تقديم تقرير إلى الطرفين يتضمن اقتراحات واضحة من أجل تسوية من أجل تسوية بينهم. تمام. يعني الدولتين هروح لجنة محايدة قعدة رجالة حلوة كده، تمام، ويقول لك بس النهارده بحكمك يا عم. فهم بين الدول وبعضها بيحصل توفيق، المشكلة اللي بينهم النزاع اللي بينهم بيعرضوه على لجنة محايدة هتقول كلمتها بما يرضي الله كده اللي هو يعني هنحلها، لا يبقوا تبع دول ولا تبع دول، محايدة. مهمتها تقديم تقرير إلى الطرفين يتضمن اقتراحات واضحة من أجل التسوية بينهم يتصالحوا إزاي. طيب خامس حاجة التحكيم، لا كده بقى نروح المحكمة. فالمحكمة مش المحاكم العادية بتاعتنا، انت عندك مشكلة بين شخص والتاني بروح المحكمة وهناك سيادة القاضي بيقول كلمته بتمشي. بين الدول وبعضها لهم برضو محكمة، بس محكمة اسمها محكمة العدل الدولية، دي كلمتها مش بتمشي على الأفراد اللي هو أنا وأنت، لا بتمشي على الدول. فقالك التحكيم هو الأسلوب القانوني حيث يصدر الحكم بين دولتين ويعد الحكم إلزاما بين الطرفين، مثل قضية طابة. قضية طابة قلنا ان طابة كانت بعد ما انتصرنا الحمد لله بجيشنا القوي في حرب 73 استردينا ارضنا، لكن كان في بعض الاراضي
رجعت في الثمانينات، كان في مشكله طابه، اللي هي طابه تبع مصر بقى ولا تبع اسرائيل. فرحنا لمحكمه العدل الدوليه. محكمه العدل الدوليه حل المشكله بيننا وبين اسرائيل، فاصدرت الحكم سنه 89 بان طابه يعني ايه سيادتها ترجع لمين؟ لمصر، لصالح مصر. وكسبنا ايه؟ قضيه طابه، ورفعنا العلم وخلاص طابه بقت مصريه، وسينا رجعت ايه؟ كامله لينا. تمام. طيب النظام الدولي الجديد. كده خلصنا الدرس الأول. طيب الدرس الثاني بقى من العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد. يعني إيه نظام دولي جديد؟ إحنا قلنا دلوقتي إن العالم كان فيه إيه؟ كان فيه قوتين. معسكر شرقي اللي هو بتاع الاتحاد السوفيتي، اللي هو منه حاليا مثلا باقي منه روسيا، والمعسكر الغربي اللي هو دول أوروبا الغربية ومعاهم أمريكا. هنا شرق وهنا غرب، وهنا كان فيه حلف وارسو، وهنا كان فيه حلف شمال أطلنطي. لسه باقي حلف معانا، حلف شمال أطلنطي. سقطت الايه؟ الكتله الشرقيه والحلف بتاعها اللي هو حلف وارسو، وبقى مين؟ اتبقى الكتله الراسماليه الغربيه اللي هي امريكا ودول اوروبا المتقدمين دول، ومعاهم ايه؟ عندهم حلف عسكري اسمه حلف الناتو. ناتو اختصار لاول حرف من كل كلمه، اللي هو ناتو يعني نورث اتلانتيك، شمال اطلنطي، تريتي اورجانيزيشن، منظمه حلف شمال الاطلنطي. تمام. طيب قال لك نقرا الكلام هنفهم. قال لك تاثير خريطه العالم السياسيه في السنوات العشر الاخيره من القرن العشرين. القرن العشرين، أول ما أقول كلمة قرن أنزل رقم وأزود صفرين. 20 يبقى 1900 يبقى 19 وقدامها صفرين. 1900 لحد كام؟ لحد سنة 2000. طيب في السنوات العشرة الأخيرة يعني اللي هو 1990 لحد مثلا 2000. تمام. تأثير خريطة العالم السياسية في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين بحدث عالمي تمثل فيه إيه؟ تمثل فيه سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى عدة دول. الاتحاد السوفيتي لو الكتلة الشرقية اتفككت، التجمع اللي كان بين الدول دول اتفككوا، بقى كل دولة لوحدها، والحلف اللي كان جمعهم حلف وارسو اتفكك هو كمان. طيب وضح الأثر الناتج عن سقوط الاتحاد السوفيتي من خريطة العالم السياسية في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين. إيه اللي حصل؟ بقى في قوة واحدة بقى، قوة اللي هي قوة الغرب، اللي هي الكتلة الرأسمالية أو غربية، أمريكا وأوروبا، وما عندهم الحلف بتاعهم. وهنا بعد ما كان في توازن قوة، في قوة واحدة بقى، في قوة واحدة مسيطرة. هتعمل إيه بقى القوة المسيطرة؟ قال لك والله سقوط الاتحاد السوفيتي اول حاجه انفرط عقد، يعني ايه؟ اتحل، اتفككوا. ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي الذي كانت زعامه الاتحاد السوفيتي. المعسكر الشرقي اللي هو تمام نص العالم الشرقي، تمام الكتله الشرقيه الذي كانت زعامه الاتحاد السوفيتي السابق. طيب سقط معه، وقع معاه ايه؟ الحلف بتاعه حلف وارسو. سقط معه كل ما ارتبط بيه من حلف عسكري اللي هو حلف وارسو، وكتله اقتصاديه كانوا مجمعين مع بعض كده، كتله زي مثلا الاتحاد الاوروبي مجمع مع بعضه كده دول اوروبا. كان عندهم برضو كتله اقتصاديه اسمها كومي. تمام. وضح الأثر الناتج عن سقوط الاتحاد السوفيتي على خريطة العالم السياسية في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين. أول حاجة انفرط عقد ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي، يعني الاتحاد السوفيتي اللي هي الكتلة الشرقية خلاص اتفككت، والدول بدأت إنها تتفكك مع بعض، وكل دولة تبقى دولة مستقلة بعيدة عن الاتحاد أو عن الكتلة الشرقية. تمام. انفرط عقد ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي، الكتلة الشرقية الذي كانت زعامه الاتحاد السوفيتي السابق. ماشي. تاني حاجة سقط معه، هو الدول اتفككت، الاتحاد السوفيتي اتفكك لدول، فطبعا هم كانوا متحدين، بعض الدول فيهم متحدين في حلف اللي هو حلف وارسو والحلف العسكري، اتفكك هو كمان. وكان في كتلة اقتصادية اسمها كوميكون اتفككت هي كمان. تمام. سقط معه كل ما ارتبط بيه من حلف عسكري اللي هو حلف وارسو، وكتلة اقتصادية اسمها كوميكون. كوميكون اقسم الكلمة كده، كوميكون، عشان يبقى سهل عليك في الايه؟ في الحفظ. تمام. تالت حاجة سقط عنصر التوازن. العالم كان مقسوم، احنا قلنا نصين، بين الاتحاد السوفيتي وبين الكتلة الشرقية وبين الكتلة الغربية اللي هي الرأسمالية اللي هي أمريكا ومع دول أوروبا. فكان في اتنين كده، ودول عندهم حلف عسكري ودول عندهم حلف عسكري، ففي واحد وقع، يبقى فاضل مين؟ ما عادش في توازن قوة، بقى في واحد هو اللي مسيطر، كتلة هي اللي مسيطرة. سقط عنصر التوازن حيث أصبح في العالم قوة عظمى واحدة انفردت وحدها بالقمة، وأصبح لها اليد العليا في كل الأحداث التي تلت هذا الحدث. تمام. رابع حاجة ظهر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب. جورج بوش الأب ده كان في التسعينات، أيام بقى العراق وحرب الخليج، ده كان جورج بوش الأب. ابنه بقى هو الإيه؟ جورج بوش الابن ده بتاع حرب العراق 2003. طيب جورج بوش الأب بقى بتاع حرب الخليج بقى والتسعينات عمل إيه؟ ظهر يدعو إلى عالم جديد. طبعا عالم جديد من قوة مين؟ أن أمريكا ودول أوروبا بقى هم كتلة غربية رأسمالية المسيطرة، وعندهم الحلف الباقي هو حلف شمال أطلنطي الناتو، فهم بيتكلموا من إحنا كبار. ظهر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب يدعو إلى عالم جديد عندما تحدث عام 91
عن إمكانية قيام نظام عالمي جديد كتعبير عن السيطرة شبه المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى رئيس أمريكي طلع 91 جاب كده لمح كده إن هو بيتكلم على عالم جديد. ماله بقى العالم الجديد؟ إمكانيات قيام نظام عالمي جديد، ماشي، كتعبير عن السيطرة شبه المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية. طيب إيه النظام العالمي الجديد أو النظام الدولي الجديد؟ قال لك مجموعة التفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي. اللي هو أعضاء المجتمع الدولي يعني إيه؟ مجتمع يعني الدول. يعني لما أقول لك مثلا شلة فلان وفلان وفلان وفلان، تمام، عيلة فلان وفلان وفلان، المجتمع. طيب المجتمع الدولي اللي هو الدول، تمام. يبقى مجموعة التفاعلات اقتصادية بقى، سياسية، عسكرية، بتاع، بين أعضاء المجتمع الدولي، بين الدول على مستوى الإقليمي يعني في منطقتهم، وعلى المستوى العالمي على مستوى العالم، لا تجري وفقا لنسق أو منظومة معينة لقيم مستقاة من فلسفة العولمة. يبقى النظام العالمي الجديد هو مجموعة التفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي، تمام، بين أعضاء المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي، تمام، والتي تجري وفقا لنظم أو منظومة، أيوة، معينة للقيم مستقاة منين؟ من فلسفة العولمة، تمام. هي مجموعة التفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي التي تجري مالها وفقا لنسق أو منظومة معينة للقيم مستقاة من إيه؟ من فلسفة العولمة. طيب هنفهم بقى دلوقتي واحدة واحدة. هذا النظام في الحقيقة لم يكن سبب الاتفاق بين الدول، يعني الدول ما اجتمعتش مع بعض قال لك احنا هنعمل نظام عالمي، لا، فرضته الظروف. لأن دلوقتي احنا بنقول إن العالم بقى فيه كتلة واحدة مسيطرة، الكتلة الرأسمالية، الكتلة اللي هي الايه؟ الغربية، أمريكا والدول، تمام، وعندهم حلف، فبقى في واحد في توه اقتصادي أو عسكري في العالم، ما بقاش في توازن قوى لأن الاتحاد السوفيتي وقع مع حلف وارسو، والكتلة الاقتصادية بتاعته ايه؟ الكونغو، تمام، فبقى في شبه سيطرة لكتلة واحدة. هذا النظام في الحقيقة لم يكن سبب الاتفاق بين الدول، وإنما فرضته ظروف العالم في الفترة التي تلت، يعني جت بعد الحرب الباردة. تعمل الولايات المتحدة على نشر هذا النظام في العالم. فكرنا هيمشي على إيه؟ على دول العالم، وأحيانا فرضه يعني بالإجبار، فرضه على العالم بوسائل مختلفة. طيب لحد كده الكلام يعني حلو، مش وحش يعني، بس هنحاول إن احنا نفهمه. قالك مراحل تطور النظام العالمي الجديد. اشرح بإيجاز الخلفية التاريخية للنظام العالمي الجديد. يعني خلفية تاريخية يعني احكي لي كده عن بدايته، من تاريخه بقى، بدأ من امتى؟ احنا قلنا جورج بوش الأب في 90 سنة كام؟ سنة 91 تحدث عن نظام عالمي جديد، يعني شبه السيطرة شبه المطلقة للولايات المتحدة. قال لك لا يا عم، ده مش من دلوقتي، مش من 91، ده من أيام ويلسون، ده رئيس أمريكا عن أيام الحرب العالمية الأولى. قال لك أول من طرح فكرة نظام عالمي جديد إلى السيطرة بقى على العالم هو الرئيس الأمريكي ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى ده من 1414 ل 18، ولذا وضع 14 مبدأ لنظام عالمي جديد، تمام؟ طيب ظهر بقى النظام العالمي الجديد امتى؟ للمرة الأولى في الخطاب السياسي العالمي لرئيس الاتحاد السوفيتي السابق اللي هو جورباتشوف. احنا قلنا جورباتشوف ده قريب، ده في التسعينات، اللي هو من بداية 85 من أول ما تولى يعني. هذا اعلان عن بدء حقبه جديده بالتعاون مع الغرب. احنا هنبدا نتعاون مع الغرب، مع الولايات المتحده الامريكيه، ونهايه الحرب البارده ما بين الاتحاد السوفيتي وامريكا او الكتله الغربيه، على اعتبار ان مجموعه من المبادئ الحاكمه للعلاقات بين الدولتين. ده اللي كان عايز يعمل انفتاح سياسي وعايز يعمل انفتاح اقتصادي ويشجع المستثمرين ان هم يستثمروا جوه الاتحاد السوفيتي، اللي هو يعني عايز يبقى في علاقات بيننا وبين الشرق وبين الغرب، تمام، على اعتبار مجموعه من المبادئ الحاكمه للعلاقات بين الدولتين. وهذه المبادئ الحاكمه الجديده هي نزع السلاح. مش هيشيلوا السلاح بس هيخففوا السلاح شويه، يعني مش الاول كان في سباق تصالح بين الكتله الشرقيه والكتله الغربيه، انما نزع السلاح اللي احنا نحاول نهدي اللعب شويه. احنا مش عايزين حروب، احنا عايزين اقتصاد او تعاون دولي. احلال مبدا توازن المصالح بدلا من توازن القوى. بينما بنى في كتله المعسكر الشرقي الكبير مثلا عسكريا وكتله غربيه كبيره عسكريا، لا، يبقى القوى مصالح اقتصاديه احسن ما تبقى منافسات عسكريه. نزل الصفه الايديولوجيه عن العلاقات الدوليه، خلاص العلاقات الدوليه بين كل دول العالم، والعمل على تخطي الحواجز والصراعات تحقيقا للمصالح البشريه. كلام حلو. طيب عرف المصطلح بقى وشاع سنه 91 من خلال خطاب الرئيس الامريكي السابق اللي هو جورج بوش الاب اللي احنا لسه قايلينه من شويه، تمام اهو. جورج بوش الاب عام 91 قال ايه بقى؟ قال إنما يتعرض لخطر
ليس بلد صغير فحسب، مش بلد واحدة، بل فكرة حيوية هي فكرة النظام العالمي الجديد اللي هي السيطرة على العالم والعولمة. لحد كده الكلام نظري. طيب نفهم بقى، قال لك يعني ايه متغيرات النظام العالمي الجديد؟ ايه اللي حصل بقى في العالم؟ الدنيا اتلخبطت ازاي او الدنيا راحت لفين؟ قال لك دفع التطورات والتغيرات التي حصلت على الساحه الدوليه في السنوات الاخيره الى اعلان عن ضروره نظام عالمي جديد. ومن ابرز المتغيرات التغيرات اللي حصلت على مستوى العالم، قال لك سعي دول اوروبا الغربيه تمام لاستكمال وحدتها محورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. تمام، احنا قلنا ان في الاتحاد الاوروبي اتعمل امتى؟ اتعمل سنه 92 تمام كتكتل اقتصادي يوم 7 فبراير 92 تمام، وكانوا 12 دولة. طيب قال لك سعي دول أوروبا الغربية لاستكمال وحدتها بمحورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، نتجمع مع بعض كده يعني ايه في أوروبا، وبقت السوق الأوروبية المشتركة تعرف باسم المجموعة الأوروبية. السوق المشتركة اللي بعد كده بقت ايه؟ بقت الاتحاد الأوروبي، تعرف باسم المجموعة الأوروبية، والتي تسعى إلى التطور نحو المزيد من التكتلات الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي. يعني أوروبا اتجمعت مع بعض كده وقال لك إحنا هنتجمع في تكتل اقتصادي مثلا وتكامل اقتصادي وسوق أوروبية والدنيا تمشي اقتصاديا بقى اجتماعيا سياسيا تمام. طيب سعي دول الصناعية الآسيوية الناشئة، في دول كده في آسيا شبه بعض كده الصناعة بدأت تمشي، بدأ إن هم يكبروا مع بعض. الاستكمال وحدتها محورها تساعد الدول الصناعية الآسيوية الناشئة للحصول على مكانة هامة في الساحة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. عايزين اقتصادهم يكبر وعايزين علاقتهم السياسية بالدول التانية تكبر تمام. وهذه الدول مثل الصين، احنا قلنا الصين بدأت تكبر بعد الحرب العالمية الثانية واحتلت موقع في مجلس الأمن بسبب عدد سكانها الكبير، ولما بقت قوية اقتصاديا وعسكريا كل الدول الكبرى بتخشاها وبرضه بتحاول نعمل علاقات معها، لأن عدد سكان الصين حاليا مقارب للهند، الاثنين قد بعض 1.4 مليار، قول 1.5 مليار، والعالم كله 8 مليار، يعني الاثنين دول مع بعض حوالي 3 من 8، ده يعني قوة سكانية كبيرة. طيب تساعد الدول الصناعية الآسيوية تاني للحصول على مكانة هامة في الساحة الاقتصادية والعسكرية الاقتصادية والسياسية، ومن هذه الدول الصين وكوريا وسنغافورة والهند وماليزيا. ماشي. تالت حاجة ظهور اليابان وألمانيا، الاثنين كانوا خارجين من الحرب العالمية الثانية مهروسين، لكن بقى دول دلوقتي متقدمة الصين اليابان وألمانيا ما شاء الله عليهم، يعني كقوتين عظيميين أو عظمتين لهما دورهم الفعال والمؤثر في النظام الاقتصادي العالمي والأسواق العالمية تمام. كبروا هما الاتنين بعد الحرب العالمية التانية، إذا كان اليابان أو ألمانيا الدنيا بتتغير خالص. قال لك رابع حاجة الثورة الصناعية التالتة، ثورة بقى تصنيع ومكن ومواتير قال لك لا يا عم الدنيا راحت في حتة تانية، الدنيا راحت للإنترنت وتكنولوجيا. الثورة الصناعية التالتة هي الثورة المعلوماتية، معلومات بقى وكده وداتا وكده، وظهور الثورة العلمية والتكنولوجية. الدنيا اتطورت، حصل يبقى في انترنت في مش عارف موبايلات، تقدر تكلم وانت قاعد مكانك، تكلم واحد صوت وصورة مع في أمريكا في الصين في الهند. الدنيا بقى فيه ثورة معلوماتية وعلمية وتكنولوجية، الدنيا اتطورت جدا تمام. خامس حاجة إيجاد حلول لعدد من القضايا العالمية مثل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، العراق وإيران كانوا بينهم حرب وطولت شوية، وانتهى الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، كان محتل أفغانستان خلاص شال الاحتلال، ونهاية الحرب الأهلية اللبنانية. الحرب الأهلية يعني جوه البلد في لبنان كان في بينهم حرب بين السكان وبعضهم، اتفضت برضه وخلصت. سادس حاجة تدعيم دور هيئة الأمم المتحدة، احنا قلنا ده المجلس اللي بيضم كل الدول وكلمته بتمشي على كل الدول، دي قعدة الكبار بتاع الايه؟ بتاع العالم كله. تدعيم هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتكوين قوات حفظ السلام. ده كلام حلو لحد كده الدنيا ماشية حلو. طيب ثالثا خصائص النظام العالمي الجديد. طيب خصائص النظام العالمي النار، الثورة الهائلة في وسائل الاتصال والعلوم والتكنولوجيا، حصل العالم دلوقتي فعلا في ثورة في التكنولوجيا والعلوم والاتصالات والميديا والدنيا تمام. تاني حاجة بروز ظاهرة يعني ظهور ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل وظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى، زي ما قلنا أوروبا اتجمعت في الاتحاد الأوروبي وكان في تكتلات تانية اقتصادية، اتحاد المغرب العربي مجلس التعاون الخليجي أو وفي النافتا بتاعت تجمع أمريكا الشمالية، في الكوميسا أفريقيا، تكتلات اقتصادية. تالت حاجة ظهور شركات متعددة الجنسيات وزيادة دور المؤسسات المالية مثل البنك الدولي.
بمعنى الشركات متعددة الجنسيات إنها شركة على مستوى الدول، رؤساء مجلس إدارتها أو الأعضاء البارزين اللي فيهم مديرين بتوعها من كذا دولة، يعني ده من جنسية كذا وده من دولة كذا وده من دولة كذا، اقتصادها كبير جدا، بتدخل بتعمل اقتصاد مع الدول بس بقوة، يعني فاهم. شركات متعددة الجنسيات نشاطها على مستوى العالم كله، وزاد دور المؤسسات المالية مثل البنك الدولي. يعني ايه البنك الدولي؟ دلوقتي لو حضرتك شخص عادي عندك أزمة مالية بتعمل ايه؟ تقول لي انا اروح البنك اخد قرض، تمام. طيب لو الدول عندها أزمة مالية، في مثلا عندها الموازنة بتاعتها فيها محتاجين فلوس عشان الدنيا تمشي شوية وتعمل مشروعات الاستثمارية بتاعتهم، فالدول بتلجأ لمين؟ لبنك يسلفهم. فالبنك اللي بيسلف الدول اسمه البنك الدولي، مؤسسة مالية دولية، تمام. وفي جهات تانية تمويلية بتمول الدول لإقامة المشروعات التنموية بقى. طيب رابع حاجة تدوير المشاكل والقضايا التي تواجهها العالم. في مشكلة خلاص نخليها على مستوى العالم ونحاول نحلها يا اخوانا، كلنا مننا فينا كده. تدوير يعني جعل على مستوى الدول. تحرير التجارة العالمية، مفيش قيود، اللي عايز يبيع بضاعة هنا، تصدير استيراد، يودي مراكب راحت جت، يعني فاهم، في تحرير للتجارة، مفيش قيود على ان البضاعة مثلا او التجارة توصل من بلد دي لبلد دي، الدنيا فتحت على بعض. سادس حاجة تقلص دور السيادة الوطنية، بمعنى دولة لا حدودها، لا سيادتها، لا كلمتها، لا قوانينها، لا تشريعاتها على حدودها، على دولتها، على سكانها. طيب الدولة دي ممكن تتعرض لضغوط من دول تانية بسبب مثلا احتياجها لشيء معين. يعني الدولة دي عندها مشكلة مثلا في التمويل، الدولة تقول لها خلاص أنا هسلفك اللي أنت عايزاه بس ليها شروط أو ليها طلبات نفذيها. عايزة مثلا منتج غذائي، عايزة قمح مثلا تعمل دقيق، فتروح تاخد من الدولة تقول لها بصي انت محتاجاني، تقول لها بس انا ليا شروط نفذيها. فكده سيادة الدولة على أراضيها، السيادة الوطنية لبعض الدول ممكن تقل شوية، تمام، بسبب هيمنة الدول التانية عليها، وده هنعرفها كمان شوية. انما احنا عندنا الحمد لله بلدنا، منطقتنا مصر، موقعها المركزي الاستراتيجي في وسط العالم، دولة قوية ذات السيادة، وطنية محترمة، بجيش قوي وشعب متماسك، وبلد عظيمة قدم التاريخ، وبلد عظيمة حاليا ومستقبلا وبتتطور وبتكبر. احنا بلدنا بلد عريقة وعظيمة مصر، تمام. طيب رابعا اهداف النظام العالمي الجديد. ايه اهداف بقى النظام العالمي الجديد اللي هو شامل العالم والدنيا اتطورت وبقى في امريكا وبقى في نظام عالمي جديد ورايحين لفين؟ قال لك المحافظه على الاستقرار العالمي واحترام دور الامم المتحده. كلام حلو. احترام سياده كل دوله واستقلالها عدم المساس بوحدتها الوطنيه. كلام اصول وجميل. نشر قيم الديمقراطيه، تمام، واحترام حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. الشعوب هي اللي قادره مصيرها ازاي وحكمها ازاي وادارتها ازاي. والله كلام اصول وكلام محترم جدا ما يزعلش. خامسا بقى، مش هم عملوا نظام عالمي جديد؟ في هيمنه. تعالى بقى نشوف النظام العالمي الجديد بتاع اللي امريكا اعلنت عنه بيأثر ازاي في العالم، تمام. يبقى تأثير النظام العالمي الجديد على الدول الناميه والمتقدمه. التأثير ايه بقى؟ هنا بقى السلبيات. قال لك احتكار مطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا. يعني ايه احتكار مطلق؟ او شخص يقول لك ده محتكر السلعه، بمعنى ان السوق كله ما فيهوش السلعه اللي انت عايز تشتريه، موجوده عند التاجر الفلاني، تروح للتاجر الفلاني تقول له يا عم السوق مش لاقي البضاعه والبضاعه كلها موجوده عندك، انت انا عندك المخازن كلها بتاع البضاعه دي، فبعد اذنك انا جاي اشتري منك. اقول لك بس شكرا، البضاعه دي عندي، تلزمك؟ تلزمني. الطقطقه ايه؟ نعم الطقطقه ايه؟ وان كان عاجبك، لانك مش هتلف وهتدور مش هتلاقي عندنا بس. فاحتكار السلعه ان شخص بيستغل السلعة ان هو بيستحوذ عليها كلها وبيفرض شروطه واسعاره على السوق، تمام، ده احتكار سلعة. طيب على مستوى الدول بقى، مش اشخاص، ده على مستوى الدول. قال لك حصل احتكار مطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا. منين يعني؟ مين بقى الدولة المحتكرة عندها السلاح بس، تصنيع السلاح، وعندها الاقتصاد والمال، وعندها التكنولوجيا الحديثة اللي بتحصل؟ قال لك من قبل الدول الغرب الرأسمالية. اهلا. الغرب الرأسمالية اللي هي كتلة غربية اللي هي أوروبا وأمريكا،
ومن ثم تحويل كثير من المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجيا. أيوة، لمين بقى؟ قال لك وتبادل التجاري لصالح العلاقات الجيدة بين شرق أوروبا والغرب. احنا أوروبا، احنا دول رأسمالية، احنا عندنا قدرة على تصنيع وبيع السلاح والتكنولوجيا والاقتصاد، والدنيا عندنا احنا دول متطورة. هنتطور مع مين؟ هنتطور مع اللي شبهنا بقى. يعني دولة كويسة مثلا زي أوروبا، احنا أوروبا وعندنا شرق أوروبا، هنتعاون معاهم. مننا فين؟ طب يا عم بقية الدول التانية لا. ومن ثم تحويل كثير من المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية وتبادل التجاري لصالح العلاقات الجيدة بين شرق أوروبا والغرب عموما على حساب الدول مين؟ الدول النامية، اللي هي الدول لسه بتنشأ، الدول لسه على قدها وبتكبر زي دول في أفريقيا. 2. يدور الصراع الراهن حول التكنولوجيا لتوظيفها من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج، ولذلك يدور الصراع الخفي على المواد الخام التي تدخل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل اليورانيوم. بمعنى احنا قلنا أيام الحرب العالمية الثانية ألمانيا والدول المتصارعة راحوا ناحية الكوكوز عشان ياخدوا إيه؟ البترول. تمام. فالعالم ممكن بيتجه دلوقتي القوات المتصارعة إنها بتحاول توصل لمواد خام مثل البترول، الغاز الطبيعي، ممكن دول تحتل دول. قال لك المسألة اتطورت عن كده، دلوقتي بقى الصراع مش على مثلا بترول بس، التكنولوجيا يعني ايه؟ يعني دلوقتي بلد متطور بتصنع موبايلات، فلو فكيت الموبايل بتلاقي جواه ايه؟ الشريحة اللي هي خضراء، بوردة دي الخضراء، الرقائق الإلكترونية بتاعتها دي عشان تتصنع بنحتاج مادة خام، عنصر موجود اسمه اليورانيوم، زي عناصر زي الحديد مثلا وبتاع والنحاس والحاجات دي، ده اليورانيوم. طب اليورانيوم ده نلاقيه فين؟ قال لك اليورانيوم ده موجود في الدول الناشئة، الدول اللي على قدها، الدول اللي مثلا زي افريقيا. طب الدول الكبيرة بقى اللي بتصنع بقى التكنولوجيا تعمل ايه؟ يجروا يتسابقوا عشان ياخدوا المواد الخام دي من الدول اللي هي الايه؟ الدول الفقيرة مثلا. فالصراع مش بيجروا على بترول دلوقتي بس، لا ده بيجروا على المواد الخام اللي هي تصنع التكنولوجيا الحديثة، عشان لما يصنعوا ال ال الأجهزة الحديثة طبعا إنتاجهم هيزيد والدنيا هتتطور معاهم أكتر. تمام؟ نقرأ الكلام. يدور الصراع الراهن حول التكنولوجيا لتوظيفها من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج. تمام؟ ولذلك يدور الصراع خفي على المواد الخام التي تدخل فيها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل إيه؟ مثل عنصر اليورانيوم، والتي تتوفر خاماته فين بقى؟ في بعض الدول النامية وخاصة أفريقيا. يعني هما هيجوا عايزين العنصر ده من دولة زي أفريقيا، هياخدوه بقوة بقى، هيمنة بقوة اقتصادية، بفرض عسكري بقى، هياخدوا الايه العنصر، فهيتخانقوا كلهم مش على بترول الدول المتقدمة، لا هيتخانقوا على المواد الخام مثل اليورانيوم، مما جعلها مطمع للدول المتقدمة. يعني هم عندهم احتكار وعندهم بس السلاح والمال والتكنولوجيا. تمام. وكمان بيدوروا على المواد الخام اللي هي تدخل في صناعة التكنولوجيا زي مثلا اليورانيوم، لا اليورانيوم دي في دول نامية على قدها في أفريقيا. تمام. فبقت الدول الأفريقية الغلابة دول اللي هم برضو سلاحهم على قدهم وجيشهم على قدهم مطمع للدول القوية الرأسمالية القوية اللي هي دول في أوروبا ودول في أمريكا أو معاهم أمريكا. تالت حاجة تضاءل الدور الذي يلعبه حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية. حركة عدم الانحياز دي دول كتيرة، يعني احنا قلنا في كتلة شرقية وفي كتلة غربية. تمام. في دول بقى يعني ايه، احنا لا ننحاز لدول ولا ننحاز لدول، احنا دول ماشيين ايه يعني ملناش دعوه بالمشاكل والحروب. تمام. فدور الدول اللي هي الهاديه دي مش بتاعت المشاكل، قال لك الدور بتاعها بدا يقل. ليه؟ لان في صراعات حصلت ما بين القوى الكبيره. تضاءل الدور الذي لعبه حركه عدم الانحياز في العلاقات الدوليه. رابع حاجه قال لك كان من اهم سقوط الاتحاد السوفيتي السابق. الاتحاد السوفيتي اللي كان الكتله الشرقيه بقى وعنده حلف وارسو والدنيا كانت تمام، وكان بيوازي الكتله الايه الغربيه اللي فيها مين؟ اللي فيها اوروبا الغربيه وامريكا. قال لك من اهم سقوط الاتحاد السوفيتي عجزه عن التطوير، ما طورش نفسه ونظم انتاجه الاقتصادي اللي هو المشروعات والاقتصاد والتطور والتكنولوجيا وي عجزه عن التطوير، نظم انتاجه الاقتصادي مقارنه بالمستوى السائد في الدول الغربيه. المانيا طلعت لفوق، فرنسا عندها تطور، بريطانيا عندها تطور، انما الاتحاد السوفيتي ما اتطورش زيه. وهذا يعد درس لكل الدول الناميه اللي هي الناشئه لسه عايزه تطلع وتكبر يعني، وجرس انذار لها باصلاح اوضاعها الاقتصاديه بالاعتماد على الذات. اولا اعتمدي على نفسك وكبري اقتصادك، واعتمدي على مواردك وشبابك، وحاولي انك تكبري علشان تقدري على المنافسه، ما تقعيش.
زي الاتحاد السوفيتي. خامس حاجة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لبعض الدول، بمعنى في هيمنة أمريكية، في فرض يعني إيه آراء مثلا على بعض الدول، هيمنة أمريكا بتتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول. طب يا أمريكا أنت دولة في أمريكا الشمالية، في قارة كده اسمها أمريكا الشمالية، فيها كندا والولايات المتحدة وفي مكسيك، يعني بتتدخلي ليه في بعض الدول داخليا؟ هيمنة، فرض رأي، إجبار، عندي احتكار مطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا، هفرض رأيي. تمام؟ ده طبعا مش لكل الدول، لا، في دول عظيمة، في دولتنا دولة مصر دولة عظيمة لها سيادتها ولها قانونها ولها جيشها ولها شعبها متماسك ولها اقتصاد. احنا بلد عظيمة، مفيش دولة في العالم تقدر تفرض سيطرتها او كلمتها على دولة عريقة وعظيمة زي مصر. احنا بلد عظيمة. سادس حاجة اختراق الامن الثقافي العربي. الامن الثقافي العربي من خلال احلال قيم العولمة السلبية. يعني ايه؟ يعني بيصدروا لنا حاجات في التكنولوجيا دي على الموبايلات وبتاع بتتلف اخلاق الشباب والعادات والتقاليد المحترمة اللي بينا، لا، بيصدروا لنا حاجات سيئة تبوظ المجتمع او الشباب. اختراق الامن الثقافي العربي من خلال احلال قيم العولمه السلبيه. الحاجه السيئه بتاع العولمه دي بقى ان العالم كله بقى فيه تكنولوجيا ومنفتح على بعضه، بيصدر لنا حاجات تبوظ الثقافه العربيه للشباب العربي. تمام. سابع حاجه انتشار العنف وقيم الحرب الاهليه، يعني جوه الدول، وحرب الحدود من الدول والدول اللي جنبها، كما حدث في الصومال وكونغو وافغانستان. فده النظام العالمي الجديد او دي المظاهر السلبيه للنظام العالمي الجديد بعد هيمنة الدول الكبرى على القرارات الدولية أو احتكار عندهم مطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا في الدول دي، والصراع ما بينهم بيدور حوالين إيه؟ حوالين التكنولوجيا، وبيجروا على مواد خام مثل اليورانيوم. واليورانيوم ده موجود فين كمادة خام؟ مثلا في الدول منتشر يعني أو موجود متواجد في الدول أفريقيا أو الدول النامية، فأصبحت مطمع للدول المتقدمة. تمام. حركة عدم الانحياز تضع له الدور بتاعها في العلاقات الدولية. أهم أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي إن هم ما طوروش إنتاجهم وقدرتهم الاقتصادية زي الدول التانية اللي موجودة زي أوروبا، دول اللي هي رأسمالية كبرى، دول بيطوروا نفسهم ويكبروا، والاتحاد السوفيتي ما بيطورش نفسه. والتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لبعض الدول، واختراق الأمن الثقافي العربي من خلال إحلال قيم العولمة السلبية وانتشار العنف والحروب الأهلية وحرب الحدود كما في أفغانستان والصومال وكونغو. وبكده أكون شرحت لحضراتكم الوحدة الرابعة سواء درس أول أو درس تاني، وانهينا النظام الدولي الجديد. وبجد أنا سعيد جدا إن أنا شرحت لحضراتكم، ممكن أكون وصلت معلومات ممكن تفيد حضراتكم، وأتمنى إن الطريقة تكون سهلة وميسرة وواضحة. وكنت سعيد بجد إن أنا يعني شرحت، وممكن أكون أفدت حضراتكم، ونتقابل في شروحات تانية ومحاضرات تانية في التاريخ أو جغرافيا. وأشكركم، وربنا يكتب لنا نجاح كلنا. وأنا معاكم أخوكم وصاحبكم حسام طه بكر. شكرا. السلام عليكم.